عايز أهني المنتخب المغربي للشباب بالفوز بكأس العالم. بس. ماذا نتعلم؟ وماذا نقول للمنتخب الكبير؟ الناس دي ايه؟ المغرب قدام اسبانيا 2-0، المغرب قدام البرازيل 2-1، المغرب اتغلبت من المكسيك لانه خلاص كانت اتأهلت، المغرب 2-1 قدام كوريا، المغرب 3-1 قدام امريكا، المغرب 1-1 قدام فرنسا، المغرب كسبت الارجنتين 2-0. وكل عام وانت بخير يا جناب الكوماندا. المهم انت تقال للمنتخب بتاعك اتعشت. دول قال لهم روحوا هاتوا النصر، روحوا هاتوا الكاس، وقد كان. ولذلك أرجوك كجمهور وكإدارة وكاتحاد وكمدرب وكلاعبين، اليوم الشباب قد وضعوا على عاتقك مسؤولية كبيرة. تخيل بقى الشباب الصغيرين دول عاملين مشكلة النهاردة، عاملين مشكلة المنتخب الكبير بتاعنا. الشباب دول هتقول لي ايه العلاقة؟ لا، اقول لك العلاقة انه تم يعني أدلجة الدماغ بتاعنا وتم تربيعه وهو مدور انه يا سلام لو نوصل كاس العالم. طيب وبعدين المغرب لما وصلت كاس العالم، الفريق الكبير المره اللي فاتت عملوا ايه؟ اداء غير عادي. عندهم لعيب اللي هو خد افضل بتاع المغرب، اللي خد افضل لعيب عندهم في منتخب الشباب، جاب جون يا نهار اسود ومهبب. انا اتفرجت على الفيديو، الراجل حط رجله لا روحي يا نورماندي 2 في لعيبه موهوبه واحساس بحب البلد واحساس بان هو عايز يجيب النصر. فانا بقول للمنتخب بتاعنا لازم تروح تعمل شيء، مش مجرد الوصول. السلام الوطني المصري تم عزفه في الولايات المتحدة الأمريكية. لا 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 خالص. السلام على عيني وراسي، السلام عليكم. ما تروح